لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزنا خوش حالم لواني 1468 لواني كاين تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان وما بس رضامندي رب العالمين وهي دارمي أوي آزي السودي لي والبقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. بل مناسبة آتي لقل أوي بيشوتير وكشير بيني دلي أنه لما ثبت بالدليل الصحيح والبرهان الواضح كاتك لآت كاين رابردو ببلغي راست ودرستو وهروها لهمو أو بلغاني كوا لو موجوداتانش لو مخلوقاتانش موجودة كهرهموي أن الله تعالى هو إله العالم لا شريك له في الإلهية بهمو بلغ عقلي ونقلي كان سلميندرا كالله تعالى هر أويان سبحانه وتعالى أو ذاتي كواشاني برستنيه وجب أن يكون جميع المخلوقات عبيده إتل لمقابل ده همو مخلوقات موجودات كان بندو ملكسن لبو الله تعالى لجير صلاتي أون وهروها الله تعالى تصرفيان بيدكا. وله ما في السماوات والأرض أي ولله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض من خلقه وكلهم عبيده. أويل أسمان كانوا أويل زوية كان داهية أويل زوي داهية هموي ملك الله تعالى هموي بخوي خلقي كرديو هموش بندي أون. وله الدين واصبا واصبا أي دائما ثابتا واجبا لبروي واصبا لوصب هاتيا وصب بلغي يا بابلين معناي بردوامي دقيني كواتا. وله الدين واصبا دين بمعنى طاعة دليرة أي ولله وحده الطاعة والإخلاص والخضوع والذل دائما في جميع الأوقات كواتا أو ذاته كخالق ومالك ومدبرة هر أويج وله الدين واصبا لهمو كاتكان لهمو كاتكان لهمو بابتكان فيويستا أو فرطاعة جورالي وملكتي زليلين وادن تنهى وتنهى لبو أوبي سبحانه وتعالى. فطاعته واجبة وثابتة على عباده أبدا. جورالي بندكان لبو أوزات سبحانه وتعالى واجبة وثابتة لسر بندكاني أبدا ببردوامي لا تنقطع ولا تزول. أونية كوابلي مرحلة قوناغك عمرك طاعتي أو بكمود واش نيكمنا أبدا واجبة لسر همو بندكان طاعته جورالي وزليل واند لبو أوزاته بنوينا بخلاف طاعة غيره سبحانه بخلاف طاعته جورالي وبندات كردن لبو غيري أو كوابا هيت شوقي يكزر رشاني أوانين عبادات بكرينو بلكو همو بندكان واجب لسر شانيان ببردوامي طاعته جورالي وزليل واندن وعبادته ركوع سجوديان تنهى لبو أوبي. إن زاد فرمي أفغير الله تتقون أي أفغير الله أيها الناس تخافون وتطيعون. إنسان قال أواش أي خلشينا لغير الله تعالى دترسين وإطاعيان دكن لكاتيك دا أو ذاته وهو المعبود الحق هر أويان برستراوي بحق المتفرد بالخلق والملك والتدبير هر أو ذاته بتنها هر بخوي خالقه
هەر بەخۆی خاوەنی ئەو موڵکەیە و هەر بەخۆی ئەو بوونەوەرە بەڕێوە دەبا لێ هەر ئەوی شانی ئەوەیەکەوە پەرسترێ اینجا لەگەڵ ئەوەش لە غەیری ئەڵڵا تەعالا دەترسێن و جۆڕالی دەکەن. اینجا دواتر دەفەرمی وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. مناسبة آية لقلوي بيشترك ورازي دلي لما بين بالآية الأولى أن الواجب على العاقل ألا يتقي غير الله كاتك الله تعالى بياني كركوا واجبة لسر همو كسيش عاقله هوشمن لهيج كسيك تقوانك أو نترسي وإطاعينك تنهى الله نبي. بين في هذه الآية لو آتج بيان وذكى أنه يجب عليه ألا يشكر أحدا إلا الله تعالى. شكراني هيج كسيك نكا وكو منعم خاون نعمتي راستقينة تنهى الله تعالى نبي، لأن الشكر إنما يلزم على النعمة. لو شكران ذكره لبروي أو ذات نعمتي هي، وكل نعمة حصلت للإنسان هاد نازو نعمتك كبا إنسان دقا فهي من الله تعالى همو إلى الآن الله تعالى لبروي كذا فرموا ما بكم من نعمة فمن الله. فثبت بهذا أن العاقل يجب عليه لويا كسي عقله هوشمن فيستلسل ألا يخاف وألا يتقي أحد إلا الله. لهيس كسيقنا ترسي تقوى لهيس كسيقنك جوراليس كسيقنك تنهى الله تعالى ولا يشكر أحدا إلا الله. شكرانا كوكو خاوني نعمة تنهى لبو الله تعالى. وما بكم من نعمة فمن الله أي كل ما لديكم أيها الناس همو أويكوا بيتان بخشراء أي خلشينا من نعم ظاهرة وباطنة لنعمة الظاهرية كانوا أشكرا كانوا أويكوا باطنة لدور دارونه هسبيدكا فهو من الله وحده لا من غيره. همو إلى لأن الله تعالى لغير أو نية. ابن عثيمين ضلال إن كل ما نحصل عليه همو أويكوا إما بدست ديني من علم أو قدرة أو إرادة. علمك توانايك ويشت إراديك فمن الله هم لنا الله تعالى. فالواجب علينا أن نضيف هذه النعم إلى الله سبحانه. لو واجب السرشان أو نعمتانا هموي بدينه بال الله تعالى حتى ولو حصلت هذه النعمة للإنسان بعلمه أو مهارته. حتى هل يقلو نعمتانا علمك قدرتك هرشتك أجر بظاهرا بعلمك خوت بزيرتك خوت بدستت هنايا فيست هر فيديو بال الله تعالى. فالذي أعطاه هذا العلم أو المهارة هو الله عز وجل. لبروي أوي كوا أو علمش بيبخشي أو مهارته زيرتش بيبخشي هل الله تعالى. ثم إن المهارة أو العلم قد لا يكون سببا لحصول الرزق. زور زاران كابرا علمي هي زيرك لقال أوش سبحان الله ناكري رزق بدزبيني. فكم من إنسان عالم أو ماهر حاذق تندين كسي زانا تندين كسي زور زيراك ومع ذلك لا يوفق. وفقني سبحان الله بل يكون عاطلا عاطلة هيس ناكا هيس نازان يعني هموش تقدزان علمه زيرك شي زوري هي سبحان الله رزقي سوارة هيس إيش لو نارخسي موفق نابي سبحان الله كإيش لو درخسي إتر. فما بكم من نعمة فمن الله همو إلى الآن الله تعالى. أبي حيان ضلي فجميع النعم المكتسبة منا إنما هي من إيجاده واختراعه سبحانه. همو أو نعمتان كوائم بدسمان هنا همو لإيجاد دروس كرابي الله تعالى وخواي قوله هنا وجود بيتي بخشية. ففي الآية إشارة إلى وجوب الشكر على ما أسدى من النعم الدينية والدنيوية. كواتا لو آتى آماجي أو بيذكا كوا بيوست واجب لسرمان شكراني الله تعالى بكين لسر همو نعمة كان تسل روي دينه وكبيمان بخشية تسل روي دنيا وبيمان بخشية. رازي دلي احتج به أو آتى بيت حج لسر أو كوا بلغي على أن الإيمان حصل بخلق الله تعالى. أو إيمانك إما بي بختور بوين أويش الله تعالى خلقك كدرنا ودول درمان
فالإيمان نعمة، إيمان شيكك لنعمة كان بلكو نعمة شي هر قورية، وكل نعمة فمن الله، هم نعمة كانش لأن الله تعالى. ابن عثيمين دلي الصواب أن نقول دروست أو درباري مسألة إيمان أوابلين. إيماننا كله مخلوق، بلى إيماني إيمان مخلوقة، الله تعالى خلق كذا. فمن قال إيماني مخلوق فقد صدق. هل كسيقول أو إيماني لنا درون ما مخلوقة الله تعالى دروس كذا راس دكا. أما ما آمن به ففيه التفصيل، برام أو كإيمان ما به تفصيل تدا، أو إما إيمان ما به هنا منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق، أو كما إيمان ما به هنا هندق لو أنا مخلوق نه هندق لو أنا مخلوقة، برام خذ إيمان كمان مخلوقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق وأنا مؤمن به، إيمان من برسول الله صلى الله عليه وسلم كمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ورسول الله بشر مخلوق وأمنش إيمان به. والقرآن غير مخلوق وأنا مؤمن، إيمان بقرآن ككلام الله، طبعا قرآن مخلوق كلام الله. وكذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فالملائكة وبهما شوا إيمان بملائكته، ملائكة مخلوقة. إيمان من بكتبكان الله تعالى هي، إما كتبكان الله تعالى مخلوق كلام الله. إيمان من ببيغمبران هي، إيمان من بيغمبران هي كون مخلوق. إيمان من بروج دوائه كأيش مخلوق أخوي جورا درست كذا. فصار المؤمن به منه مخلوق ومنه غير مخلوق. كواتا أوي إما إيمان من بيه هندش مخلوق وهندش مخلوق نية. أما مجرد إيمان العبد فإنه مخلوق. خذي إيمان كمان الله تعالى خلق كذا. فالعبد لم يكن شيئا مذكورا ثم كان وأحدث الإيمان. يتر إما بخومان مخلوقين نبوين باشان هات وجود الله تعالى إيماني خلق لنا ودرون بفضل نعمة خوي. ابن القيم دلي وما بكم من نعمة فمن الله يدخل فيه نعم الدين والدنيا. نعمة كاين دين الدنيا هموي لنا أوآتا هموي لنا الله تعالى. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أي ثم إذا أصابكم مرض أو فقر أو شدة وبلاء باشان لدواء أوهم نعمته كاتك وضرك تان توجدي واتا ناخوشيك أو ذا نخوشية يان أو تا فقيرية يان شدة بلاء مصيبتك السرطان فإلى الله تصرخون بالدعاء. إنذا هاوارتان لهالدستي دعاء ذكا وبه تستغيثون. هاناد بنبر الله تعالى ليكشف عنكم ما أصابكم من شدة. هانايد بنبر الله تعالى تاوكو أو شدتنا خوشي بسرتان هاتي لسرتان لابدا لعلمكم أنه هو وحده القادر على إغاثتكم. سوكا لو هواري الله تعالى ذكر سوكا زان تنها أو دتواني أو ناخوشيتان لسر لابدا. تجأرون وتترفعون أصواتكم بالدعاء وتستغيثون. تجأرون دنگ برزبونوا بدعاو بداواي هاناوا بهاناي بي. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. بلام إذا أزال الله عنكم الشدة لدواء أو حالة كاتك ولستان لا يددا الله تعالى أو شدة أخوشي أو بلا مصيبتي لستان لا دا إذا فريق منكم إذا جماعة منكم أيها الناس كمال يقلنقو أو إكوا هاوارتان لهستابو يجعلون لربهم شريكا في عبادته. سبحان الله. لدواء أو إكوا أو ناخوشتان بسردات هاوارتان لهستاب داواي يارمتتان لله تعالى ذكر الله تعالى بهاناتان هاتو أو ناخوشتان لسرتان لادا كمال يقلنقو همونا كمال يقلنقو لدواء لابردن ناخوشيا شريك لبو الله تعالى برياد دا شريك لبو الله تعالى برياد دا ناجيرتو لا إخوة أو نعمته دلي بخوم يان فلان كاس يان فلانة مرقد الشيخ إلى آخره شريك لبو الله تعالى برياد داتن هاواري لي هستابو بلام كاتك كوا خاي قوري لسري لادا لزياد الشكران بجيري شريك لبو الله تعالى برياد دا خواه پنامان دا. إنزا خواهي قوري بي من نتيان دكا لدواء وليكفر بما أتينا فتمتعوا فسوف تعلمون كوالا لاواني دا هاتوا بإذن خواهي قورا دسين خزمة دوات.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.